السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله مساءكم. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة الإسبرين وإيه هي مادة الإسبرين أو إيه دور مادة الإسبرين ومناعتها بالنبات. طبعا هناك جدال كثير جدا حول مدى صحة استخدام وأهمية فوائد الإسبرين الطبي في مجال الزراعة. ليه الكلام ده كله؟ لأن طبعا الإسبرين احنا عارفينه إنه بيستخدم كمسكن للآلام وبرضك ومضاد أو علاج للصداع ومضاد للالتهابات. طبعا إيه اللي ربط أو خلى فكرة إن الفلاحين النهاردة تتكلم تقول لك أنا بستخدم الإسبرين ليه مع إنه منتج طبي أو بيستخدم في الاستخدامات الطبية. طبعا أنا هشرح النهاردة وأحاول أوضح لك إيه هو مادة الإسبرين أساسا وإزاي اللي إحنا وصلنا لمادة الإسبرين أو إيه هو المادة المستخلص منها مادة الإسبرين. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي مكونات الإسبرين. ماشي، إيه هي مكونات الإسبرين؟ طبعا بيتم تصنيع دواء الإسبرين أو البرشام الريفو بصفة عامة من مادة اسمها مادة الإيساتايل. طب مادة الإيساتايل ديت إيه هي؟ دي مادة السلسليك أسيد. وطبعا هذه المادة طبعا مشتقة من مادة اسمها مادة السلسليك أسيد. طبعا اللي احنا بنتكلم عليه أو عند إيه ممكن بعض المزارعين أو بعض الإخوة المهندسين طبعا تقول لك حمض السلسليك أسيد. طبعا هو مادة البرشام الريفو. طبعا جد لي ما اتكلم او اقول انا هستخدم الاسبرين او انا املأ استخدام الاسبرين على النباتات، لازم افهم لو هو الاسبرين ده اساسا مستخلص من ايه او مصنع من ايه. تمام، هنتكلم ونحاول نشرح بالراحه ونفهم الاخوه المزارعين والاخوه المشاهدين. طبعا تم اكتشاف حمض السلسليك اسيد قديما، ليس حديثا. ليه بقى؟ لان كانت الاول المجال الطبي كان مجال ليس متقدما، وكانت الطب كان طب تقليدي، كانت على نظام يعني بدائي او ليس النظام الحديث اللي احنا بنتكلم عنه. كانوا الاول بيستخرجوا ماده السلسليك اسيد دي من لحاء نبات طبعا كلنا عارفينه وبيزرع على الجسور او على الترع. ايه هو النبات دي؟ شجره اسمها شجره الصفصاف. يعني ايه شجره الصفصاف؟ طبعا انا مذكر او اقول شجره الصفصاف، طبعا في بعض المزارعين هتدي لايك طبعا وتفعل فعل او تفعل الجرس القناه، لان ماده او شجره الصفصاف دي شجره منتشره وموجوده بين المزارعين. طيب ازاي كانوا بيستخرجوا منها ماده الاسبرين او ماده السلسليك اسيد؟ كانوا بيستخرجوها عن طريق لحاء الشجر او شجره الصفصاف. بياخدوا اللحاء اللي هي الجلده اللي موجوده على النبات او القشره بتاعت النبات الخارجيه. تمام، وبيستخرجوا منها الماده دي كانت بتسمى ماده السلسليك اسيد او البرشام الريفو قديما بماده اسمها ماده الصفصاف او ماده الصفصافين او ماده الصفصافين، اللي هي ماده ايه؟ احنا بنتكلم ماده السلسليك اسيد. ليه سميت بهذا الاسم؟ لانها كانت بتستخرج من لحاء اشجار الصفصاف، وطبعا بيتم استخدامها طبيا. كانت بتستخدم كعلاج للصداع ومسكن للانام. طبعا لها عده الاستخدامات، وبالتالي نستطيع أن نقول أن مادة السلسليك أسيد أو مادة الصفصافين مادة أو هرمون نباتي. صح ولا احنا بنتكلم غلط؟ يبقى هي إيه؟ هرمون نباتي، أو هي مادة بيتم استخراجها من النبات. طب إزاي يطلع واحد يقول لك لا غلط إنك ترشها أو ما ينفعش استخدم مادة السلسليك أسيد أو البرشام الريفو على النبات؟ لا، انا بقول لك استخدم ماده السلسليك اسيد على النبات وملهاش اي ضرر، لان هي اساسا هرمون مستخلص منين؟ من النبات. وهنشرح برضك ونحاول نوضح للاخوه المزارعين كان بيعمل ايه الهرمون دي او ايه هي مكونات الهرمونات. طبعا ماده السلسليك اسيد ديت عباره عن هرمون المناعه. تمام، يعني ايه هرمون المناعه داخل النبات؟ طيب نشرح ونتكلم عن الهرمونات. طبعا بيستخرج او النبات بيحتوي على مجموعه من الهرمونات. ايه هي الهرمونات اللي بيحتوي عليها النبات؟ اول شيء نتكلم عن الهرمونات النباتيه. يقوم النبات بانتاج او بافراز مجموعه من الهرمونات.
طبعا الهرمونات دي هنحاول نقسمها الى 3 تقسيمات. ايه هي الهرمونات؟ في هرمونات بتعمل على عملية التحفيز للنبات، تمام، وفي هرمونات بتعمل على عملية التنشيط للنبات. يعني ايه الكلام ده كله؟ الهرمونات المنشطة هي هرمونات بتكون بعملية تنشيط او بدفع مناعة النبات عشان النبات يقاوم الامراض، تمام، وبيعمل معايا انقسام للخلية. زي ايه الهرمونات ديت؟ الهرمونات المحفزة همين: هرمون السيتوكاينين، وهرمون الجبريلين، والاوكسينات. دي اسمها ايه؟ هرمونات محفزة، اللي هي بتعمل معايا عملية انقسام للنبات وتجديد خلايا النبات، تمام. دي اللي هي الهرمونات المحفزة، تمام. في مجموعة اسمها مجموعة الهرمونات المثبتة. ايه هي الهرمونات المثبتة؟ طبعا الهرمونات دي بتقوم بعملية تثبيت النبات. يعني ايه تثبيت النبات؟ بتخلي النبات ان هو ممكن يخش مرحلة الشيخوخة، او ممكن النبات تديله نظام عملية حيوية. طبعا الريفو هنا بيعمل معاه عملية ايه؟ تنشيط، لانه بيجدد خلايا النبات، وبخلي خلايا النبات بدل ما تخش في الطور او في عملية الشيخوخة، بيدي لها مدى ان هي تشتغل، وبحفز مناعة النبات. ازاي الكلام ده؟ هنشرح تاني برضك. طبعا احنا قلنا هرمونات المناعة داخل النبات. ايه هي هرمونات المناعة؟ هرمونات المناعة دي هرمون اسمه هرمون الانسولين، او هرمون اسمه هرمون السلسليك اسيد اللي احنا بنتحدث عنه. طبعا الهرمونات ديت او دور الاسبرين للنبات، هل هو ليه دور كبير؟ طبعا ليه دور كبير وليه فوائد كتيرة جدا. اول فايدة هنتكلم عنها اللي بيعمل على تنشيط المناعة المستحثة داخل النبات. ليه؟ عشان يدي مقاومة للنبات ضد الإصابة بالأمراض والإصابة بالأعفان. دي أول حاجة بيعملها معايا إيه؟ الإسبرين. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني أنا لو عندي أعفان يدور، أحاول أحجن أو أسقي معايا مادة السلسليك أسيد. بحاول أحطها، لأن هي بتعمل إيه؟ بتعمل معايا حاجة هنذكرها دلوقتي في الفوائد، إن هي بتعمل معايا هرمون اسمه هرمون الشباب. بتعمل معايا ايه؟ تعطيل الماده، او هرمون اسمه هرمون الايثيلين. لما بتعطل هرمون الايثيلين دي بتدي معايا هرمون اسمه هرمون الشباب. هرمون الشباب دي بيعمل على ايه؟ على زياده عمر النبات، او بيخلي النبات يحيا تاني. ودي اللي احنا ايه؟ جربناه. تاني حاجه بيعمل على زياده قدره النبات على تحمل الظروف البيئيه. يعني ايه الكلام ده؟ الظروف البيئيه زي ما احنا قلنا، ممكن يعني نذكر مثلا لو نبات قرع حصل عندي إجهاد، أو لاحظنا إن في إصابة فيروسية صابت نبات القرع، تمام، وحصل عندي إن قلب زمة القرع أو شتلة القرع ابتدت عني لحام خاص، أو ابتدى في لحام عندي في قلب القرع، ومفيش أي توليد للقرع. طب هعمل إيه أنا؟ المفروض أنا كده عندي مرض فيروسي. ازاي اعالج المرض الفيروسي؟ اولا هحاول اضيف ماده السلسليك اسيد بمعدل كورس لكل 2 لتر ميه، ونحاول نضيف معاهم يعني مثلا لو هرش رشاشه او عفاره 20 لتر ميه، هحط عليها حوالي 10 اقراص برشام ريفو. طبعا احاول ادوبهم جيدا جدا. هضيف معاهم حوالي 100 جرام زنك مخلبي، وحاول اضيف معاهم ماده مثلا لو اتكلمنا ماده بياض دقيقي، ماده الامستردوب، ماده التوبسين. طبعا نحط معدل جرعات محدده حوالي 50 جرام لكل رشاشه. طبعا هنا لو انا رشيت بيحصل معايا ان القرع بيحصل له عمليه انتعاش تاني، او بيبدا معايا قلب الزرع يبدا يشتغل معايا وخض. طب ليه ده حصل؟ ساعة احنا ما حطينا برشام الريفو، عشان احنا هنا كانت زمة الجرع او الجرع من المرض الفيروسي اللي حصل او الاصابه الفيروسيه اللي حصلت، عملت معايا هرمون اللي هو هرمون الشيخوخه، ادى ان لحاء او قلب القرع ابتدى انه يقفل، ابتدى النبات يخش مرحله الشيخوخه. لما رشينا حمض السلسليك اسيد مع المركبات اللي اتكلمنا عنها، حصل عني تحفيز لهرمونات
اسمها هرمونات الشباب داخل النبات. دي أهم شيء. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني السلسليك أسيد عبارة عن فياجرة النبات، مهم جدا للنبات. تاني حاجة بيعمل على إنتاج مضادات الأكسدة. يعني إيه الكلام إنتاج مضادات الأكسدة داخل النبات؟ يعني بيخلي النبات، بيعزز مناعة النبات، بيخلي النبات عندي مناعة قوية ضد الإصابة بالأمراض الفطرية، ضد الإصابة بأعفان الجذور. نبات قوي. بعد كده طيب هل هو ليه دور على عملية التزهير؟ طبعا لو رشينا البرشام الريفو بيسرع معايا من عملية التزهير داخل النبات. وده أبسط مثال كنا جربناه على أشجار التفاح. حصل إن أشجار التفاح ابتدى إن يظهر عملية تبليط أو كتمان للبراعم. لما جربنا السلسليك أسيد ورشناه على أشجار التفاح وثمار التفاح، اتضح لنا ان بعد حوالي 24 ساعه 48 ساعه ابتدت ان النبات ينتعش، وابتدت عمليه تفتيح البراعم اللي هي كانت مكفوله او مبلطه ابتدت تخرج عني وتشتغل، وابتدى النبات يرجع لوضعه الصحيح. تاني حاجه بيعمل على اسراع عمليه تكوين الصبغات النباتيه. يعني ايه الكلام ده؟ او ايه هي ازاي البرشام بيزود معايا الصبغات النباتيه؟ طب احنا عارفين الصبغات النباتيه او الصبغه الموجوده في النبات هي صبغه الكلوروفيل. وصبغه الكلوروفيل ديت لو مش موجوده او في اي خلل فيها، هيحصل معايا خلل في عمليه ايه؟ عمليه البناء الضوئي. طبعا عمليه البناء الضوئي ديت قلنا ان هي عمليه من العمليات المهمه داخل النبات، اللي هي بيقوم بها النبات بتصنيع غذائه بنفسه. طبعا لو اتكلمنا في الهرمونات او ازاي النبات بيعمل عمليه البناء الضوئي، طبعا ان شاء الله هشرح برضك عمليه البناء الضوئي داخل النبات ازاي هي بتتم، وازاي ان النبات بيحاول انه يصنع غذائه بنفسه، او ازاي النبات بيصنع غذائه بنفسه. تاني هام انه بيكون عندي بتعطيل هرمون اسمه هرمون الايثيلين اللي احنا اتكلمنا عنه. يعني ايه هرمون الايثيلين؟ هرمون الايثيلين دي هرمون من هرمونات الشيخوخه. لما بنرش النبات او بنعزز النبات بالرش بحمض السلسليك اسيد، بيحصل معايا ان الهرمون دي بيكون في عمليه تعطيل، بالتالي بيكون معايا بتنشيط هرمون اسمه هرمون الشباب. طب هرمون الشباب دي بيعمل ايه؟ بيدي معايا دافع للنبات. حتى لما برش السلسليك اسيد بلاحظ ان النبات ابتدى ان يكون في عمليه تغير في اللون، ابتدى هيكل النبات يشتغل، ابتدت في بعض التغيرات عندي تظهر على النبات. ودي طبعا يعني ظاهره بنلاحظها لما برش برشام السلسليك اسيد، لانه بيقوي معايا المناعه، بيرجع النبات لمرحله الشباب. طيب تمام. هل انا انفع استخدم السلسليك اسيد في ري او علاج العفان؟ اقدر اشغله. طيب السلسليك اسيد دي موجود منه خام في الاسواق. طبعا ممكن استخدم معدل 2 كيلو ونص سلسليك اسيد. طبعا السلسليك اسيد الخام غير الاقراص، لان الاقراص بتكون سهله الاذابه، وبتكون سريعه الذوبان، ما بتحتاجش معايا اي ماده عشان ندي سرعه ذوبان البرشام الريفو. انما البرشام الريفو الخام او السلسليك اسيد الخام بنحتاج له كحول اسمه كحول الايثيلين. ليه بقى الكحول ده؟ عشان بيسرع من عمليه اذابه البرشام الريفو او الاقراص. طبعا النهارده يا رب نكون فدناكم وشرحنا معاكم يعني ايه هو برشام الريفو او السلسليك اسيد، وعرفنا ايه فائدته وايه مادته، وعرفنا ان هو الهرمون ده جاي من ايه او بيستخلص من النبات ازاي. وعرفنا عشان حتى لما يجي اي حد يكلمنا ويقول لا اوعك تستخدم هذا الهرمون، طبعا احنا عرفنا ان هو هرمون اساسا هرمون نبات. وطبعا يا رب نكونوا فدناكم بحلقه اليوم، وما تنسوش الاشتراك ودعمي في قناتي حتى ياتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.